تخيل معايا داخله غير تشوف بنتها بحال اي دقيقه ولا زوج باش تطمئن عليها. كتقرب للسرير وكتشوف ان البلاصه خاويه. البنت الصغيره اللي كانت ناعسه من دابا شويه اختفات. لا صوت لا غوات ولا حتى تفسير واضح، غير سرير فارغ وليله وحده قلبت حياه عائله كامله. هادشي ماشي فيلم وماشي قصه خياليه، هادشي وقع بصح وخلى العالم كامل يسول نفس السؤال: فين مشات ماديلين ماكان؟ مرحبا بكم أصدقاء، فيديو جديد معكم كافيين. وقصة اليوم واحدة من أشهر وأكثر قضايا اختفاء الأطفال غموضا. ماديلين كانت طفلة بريطانية صغيرة عندها غير 3 سنين، طفلة بريئة كتعيش مع والديها ومعاهم حتى التوأم الصغار. في 2007 العائلة مشات دوز عطلة في واحد المنطقة سياحية اللي هادية في ساحل البرتغال، بلاصة الناس كيمشيو ليها باش يرتاحوا ويبعدوا على الصداع. العطلة كانت باينة عادية بزاف، شمس، راحة، خرجات وجو عائلي. ما كان حتى شي مؤشر كيدل على ان هذه الرحله غادي تولي بدايه ديال واحد من اكبر الالغاز في السنين الاخيره. ديك الليله كانت هي اللي بدلات كل شيء. 3 ماي 2007 الوالدين ديال ماديلين خرجوا يتعشاو مع اصحابهم في مطعم اللي قريب من الشقه اللي ساكنين فيها، والاطفال بقاو ناعسين في الداخل. الفكره اللي كانت عندهم هي انهم ماشي بعاد وكل شويه غادي يرجعوا يطلعوا على الدراري الصغار. من بعيد هذا القرار يمكن يبان عادي عند بعض الناس، ولكن من بعد من وقعت الكارثه هاد التفصيل بالضبط ولا من اكثر الحوايج اللي دار عليهم النقاش. الليل كيدوز وكل مره شي واحد كيمشي يطمئن على الدراري، حتى لهنا كلشي باين هادي. حتى جات واحد اللحظه رجعت الام باش تشوف بنتها، دخلات قربات وشافت ان السرير خاوي. مادلين ما بقاتش تما. تخيل معايا هاد اللحظه، داخله بهدوء كتقلب بعينيها، كتقرب للسرير وكتكتشف ان بنتها الصغيره اختفات. كتقلب هنا لهيه، كتعيط وكتجري، كتشوف الباب وكتشوف الشرجم، ولكن ما كاين حتى شي جواب. ومن بعد خرجت كتغوت وبدات كتقول ان بنتها اختفات. في ذاك الثانيه من عشاء هادي القصه تحولت لهلع، خوف، فوضى، والبدايه سباق مع الزمن. منين تنشر الخبر الناس كاملين بداو كيقلبوا، صحاب، العاملين، الجيران والناس اللي في المنتجع، كلشي بدا كيدور كينادي ويشوف واش كاين شي اثر او شي خيط صغير يقدر يفسر شنو وقع. ولكن في حال هذه القضايا اول دقائق هما الاهم، واي فوضى او تسرع يقدر يضيع الحقيقه كامله. كل واحد شنو كيقول، كاين اللي شاف شي حاجه، كاين اللي سمع، وكاين اللي مازال غير كيفكر، ولكن حتى واحد ما متاكد من شي حاجه. ووسط الخوف المعلومات كتبدا تخلط والحقيقه كتبدا تضيع قبل ما تبان. الشرطه وصلت وبدات التحقيق، ولكن من البدايه كان باين ان القضيه ماشي سهله نهائيا، حيت ما كاينش مشهد واضح، ما كاينش تفسير جاهز، وما كاينش جواب سريع اللي يشدو منه راس الخيط. غير بنت صغيره كانت ناعسه دابا ما بقاتش، وفي وقت قصير بزاف القضيه ما بقاتش غير قضيه محليه، ولات خبر عالمي. القنوات الاخباريه شدات الملف والجرائد كتبات عليه، والصوره ديال ماديلين تفرقات في العالم كامل. الناس كاملين بداو كيسولوا نفس السؤال: فين غبرات هاد البنت؟ الوالدين خرجوا للاعلام، داروا نداءات، طلبوا من الناس يعاونوا ينشروا الصوره ديالها وما يخلوش القضيه تموت. وتما بدات مرحله اخرى، مرحله الخطر، الشكوك والنظريات والهضره اللي ما كتساليش. حيت مني كتبقى القضيه بلا حل الناس كيبداو يصنعوا اجوبه من راسهم. قالوا اكيد اختطاف، وشي ناس قالوا كاين شي سر اكبر، وشي ناس بداو حتى كيشكوا في العائله نفسها. ومن هنا القضيه تعقدات اكثر، حيت بدل ما يبقى السؤال الوحيد هو فين هي ماديلين، ولا كاين حتى سؤال اخر كيبرزط بزاف: شكون كيخبي الحقيقه؟ اي كلمه قالها الوالدين كتحلل، اي حركه كتفسر، واي تصريح كيولي موضوع للنقاش والاتهامات والشك. القضيه بدات كتخرج من اطار اختفاء بنت صغيره ودخلت في دوامه ديال الاعلام والراي العام والضغط النفسي. واحده من اكثر الفرضيات اللي بقات حاضره بقوه هي فرضيه الاختطاف. الفكره كانت ان شي واحد كان ممكن يراقب العائله، يعرف التحركات ديالهم، وعرف ان الدراري الصغار بوحدهم، تما فين يستغل لحظه قصيره بزاف باش يدخل يخطف ويخرج بلا ما يثير الانتباه. وهذا السيناريو رغم انه مرعب بقى بالنسبه لكثير من الناس هو الاقرب للمنطق. ولكن المشكل هو ان المنطق بوحده ما كافيش، الشرطه خاصها ادله، خاصها اثار، وخاصها شاهد اللي يشكل خيط واضح في القضيه. وهذا الشيء هو اللي ما كانش حاضر بشكل كافي باش يتسد الملف. وما حد الوقت كيدوز العمر حتى هو كيفوت، ولكن اسم ماديلين مازال في الذهن ديال الناس. كل مره كيخرج خبر جديد، تفتيش جديد او نظريه جديده، ولكن رغم هذا الشيء كامل الحقيقه النهائيه
بقات بعيدة بزاف. ويمكن أكثر حاجة خلات هذه القضية تبقى حية هي أن الناس ما قدروش يتقبلوا الغموض، حيت الناس تقدر تصدم من الحقيقة وفي الأخير تتعامل معها. أما منين ما كاين لا حقيقة ولا جواب ولا نهاية، فالقضية كتبقى مفتوحة في العقل وفي القلب. ويمكن علاش هاد القصة هزات العالم كامل ماشي غير حيت الضحية بنت صغيرة، ولكن حيت الاختفاء وقع في مكان مفروض فيه يكون آمن، في وقت مفروض يكون عادي، وفي ظروف ما كان حتى واحد يتوقع فيها الكارثة. عطلة، عائلة، وأطفال ناعسين، ومع ذلك وقع داكشي اللي ما كيدخلش العقل. ووسط تحقيقات النظريات ووسط العناوين الصادمة كاينه حاجة مهمة بزاف ما خاصناش ننساوها، أن هذه ماشي غير قضية بوليسية، هذه مأساة إنسانية. طفلة صغيرة خرجت من حياة عائلتها في ليلة واحدة وخلات وراها غير الأسئلة. تخيل تعيش نهارك كامل وانت ما عارفش واش بنتك حية ولا لا، واش كتألم، واش ممكن ترجع، ولا الحقيقة أسوأ من أي احتمال. هاد النوع ديال الألم ما فيه لا نهاية واضحة، لا راحة ولا يقين. يمكن لهذا السبب بالضبط قضية ماديلين بقات مؤثرة لهاد الدرجة، لأنها ماشي غير لغز وصافي. من 2007 حتى لدابا السؤال ما تبدلش: شنو وقع لماديلين مكان؟ واش كانت ضحية اختطاف مخطط؟ واش شي حد شاف الحقيقة وسكت؟ واش الملف غادي يبقى مفتوح؟ واحد من أكبر ألغاز العصر الحديث. اللي مؤكد هو أن هاد القصة ماشي غير قصة اختفاء، هي قصة على كيفاش لحظة واحدة تقدر تقلب حياة عائلة كاملة وتخلي العالم كامل يسول نفس السؤال بلا جواب: فين غبرات هاد البنت؟ بعض القضايا كتسالي، ولكن كاين قضايا أخرى كتبقى عايشة، حيت الحقيقة ديالها ما عمرها ما خرجت كاملة. ودابا انت قول لي شنو كتشوف؟ واش كيبان لك ان اللي وقع كان اختطاف منظم، ولا كاين تفاصيل اخرى مازال مخبيه؟ اكتب لنا الراي ديالك في كومونتير. كان معكم كافيين في قصه اليوم. الى عجبكم المحتوى ما تنساش دير لايك سبسكرايب، مازال قصص مشوقه نهضروا عليهم وملفات غامضين نناقشوهم. مع السلامه.